قول لي، واش مستعد تودع الدهون العنيده اللي عندك في الارداف والمؤخره؟ واش فايت ليك شفتي في المرايه وحسيتي بالاحباط بسبب الدهون الزايده اللي عندك في الارداف؟ قبل ما نبداو ما تنساوش تفاعلوا مع الفيديو، خليو لايك، كومونتير وبارطاجيو مع اصحابكم، خليو كلشي يستافد، حيت للاسف منشوراتنا ما كيوصلوش لجميع المتابعين بسبب عدم التفاعل. انت ماشي بوحدك، بزاف ديال الرجال كيعانيو، لكن الخبر الزوين هو ماشي مستحيل تخلص من هذا المشكل. مع النظام الغذائي الصحيح وخطه التمارين الرياضيه اخيرا يمكن لك تودع ديك الدهون العنيده وتقول مرحبا المؤخره كتناسب جسمك انت كراجل. اول حاجه خاصنا نفهموا هي ديك القضيه ديال استهداف منطقه معينه من الجسم لفقدان الدهون. هذه الحاجه غير ممكنه وغير بلا ما تعيي راسك. الطريقه الوحيده لفقدان الدهون هي من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسه التمارين الرياضيه بانتظام، ومع ذلك من خلال التركيز على التمارين التي تستهدف المؤخره وبناء العضلات في ديك المنطقه. يمكن هذا الشيء يساعدك تحسن من المظهر ديالك. وملي كيتعلق الامر بالنظام الغذائي فمن المهم التركيز على الاطعمه الغنيه بالعناصر الغذائيه اللي غتعاونك تحس بالشبع والرضا، مع تزويد الجسم ديالك بالفيتامينات والمعادن الضروريه لدعم فقدان الوزن. احرص على تناول طعام غذائي صحي كيتضمن مجموعه متنوعه من الفواكه والخضروات ومصادر البروتين الخاليه من الدهون، وما نساوش ندخلوا الدهون الصحيه حتى هي في النظام ديالنا. بعد من الاطعمه المصنعه والمشروبات اللي فيها السكر، حيت فيها سعرات حراريه ويمكن تساهم في زياده الوزن. ملي كيتعلق الامر بالتمارين الرياضيه مهم بزاف نركزوا على بناء عضلات المؤخره والرجلين، وكذلك حرق السعرات الحراريه من خلال تمارين القلب. وبعض التمارين اللي كنصح بها واللي خاصك تدخلها في الروتين ديالك هي السكوات بالبار، ديد ليفت، لانجس والجلوت بريدج. هاد التمارين هادو مهمه بزاف. حاول دير هاد التمارين 2 مرات في الاسبوع ديالك، وما تنساش تدخل تمارين الكارديو بحال الجري، ركوب الدراجه ولا السباحه باش تحرق السعرات الحراريه وتساعد راسك في انقاص الوزن. ولكن راه مهم بزاف تفكر باللي نظامك الغذائي كيلعب دور كبير في انقاص الوزن. داكشي علاش تاكد باللي كتستهلك ما يكفي الجسم ديالك من بروتين، دهون صحيه والخضروات في نظامك الغذائي. الا كليتي داكشي اللي يكفيك من البروتين غادي يساعدك تحس بالشبع وغادي يخليك تحافظ على الكتله العضليه. الدهون الصحيه مهمه جدا باش تخلي جسمك يخدم بشكل صحيح، والخضروات كيف ما كنعرفوا منخفضه في السعرات الحراريه وغنيه بالالياف، حتى هي كتعاوننا نبقاو شبعانين مده طويله. الا كان عندك النعاس قليل وكنتي كتستريسا بزاف في النهار ديالك، عرف باللي هذا الشيء كيساهم في زياده الوزن وكيخلي فقدان الوزن اكثر صعوبه. حاول تنعس بين 8 حتى 7 ديال الساعات على الاقل كل ليله، وقلب على طرق باش تحكم في التوتر ديالك بحال التامل ولا اليوغا ولا هضر مع شي معالج. تفكر هادي مزيان، فقدان الوزن كيستغرق الوقت وكيبغي الصبر، ولكن بالعقليه الصحيحه والمجهود ديالك المستمر غادي تقدر تحقق اهدافك وتحصل على الجسم اللي من ديما وانت كتحلم به. داكشي علاش عمرك تستسلم، خليك مقاتل وحافظ على الاستمراريه ديالك وبقى غادي نحو تحقيق الهدف ديالك. ونزيدك حاجه اخرى، ما تنساش تبقى ديما صابر وما تقارنش راسك بالناس الاخرين. كل شخص مختلف والتقدم كيجي بطريقه مختلفه لكل شخص. بدا اليوم في التغيير وشوف النتائج براسك. انت كتستحق الجسم اللي من ديما وانت باغيه. داكشي علاش زعم وخذ اول خطوه نحو الهدف ديالك وغادي تتفاجئ بالنتائج. غنعاود نقول لك، عمرك تنسى باللي الصبر والاستمراريه 2 ديال الحوايج اساسيين، وبالعقليه الصحيحه كل شيء ممكن، وفقدان الوزن رحله وماشي وجهه. فكر فيها مزيان، وكنتمنى لك التوفيق في رحلتك لانقاص الوزن. واذا كنتي كتلقى مشكل في عدم معرفه النظام الغذائي والتدريبي اللي يناسبك ومحتاج متابعه من طرف كوتش مختص في انقاص الوزن ومعتمد من طرف المنظمه الدوليه لعلوم الرياضه في عده مجالات، زور الرابط اللي غادي تلقاه في اول تعليق والتحق بالبرنامج ديالي.